لو بتدوري يا ست الكل على وصفة لذيذة وتنعش القلب وتخفف من الاكتئاب والشرط كمان إنها تكون حنونة على الجيب، كمان ما إلك غير وصفة مهلبية البرتقال بس ب3 مكونات مليانة بالنكهة والألوان، سهلة ولذيذة وخفيفة وما فيها لا تعب ولا كمان لف ودوران. تابعي معايا خطوة خطوة عشان تفرحي ولادك فيها انت كمان وتعملي لهم أحلى حلا من حلويات أيام زمان. أهلا حبايبي، حبيت قبل ما أبدأ الفيديو إني أشكركم على تفاعلكم على آخر فيديوهين، وبجد فرحتوا لي قلبي. شكرا على لايكاتكم اللي خلت الفيديوهات تكون في المقترحات أكتر وأكتر. وصفتنا لليوم أكيد بتستاهل منكم الدعم والتعليق واللايك الحلو. زي ما انتوا شايفين معايا 3 كوبايات من العصير، أي عصير بتحبيه بتقدري تعملي فيه هذا الحلا، وكاسة من النشا وكاسة من السكر، وأكيد حستخدم أنا مغلف من الفانيليا بس عشان يعطينا نكهة زاكية. حنزل كل المكونات في الطنجرة وعلى البارد أكيد، وأحركهم كتير منيح مع بعض حتى يدوب معاي السكر والنشا وما يكون فيه أي تكتلات. الحلو في هاي الوصفة إنك ممكن تعملي بدائل تانية، يعني ممكن تستخدمي أي عصير تاني، وممكن كمان إنك ما تستخدمي 3 كوبايات كاملة من العصير، ممكن تكون كوبايتين من العصير وكوباية من المية، أو ممكن تستخدمي مية بس وتضيفي لها نكهة أو ملون صناعي. يعني انت حرة بأي نكهة أو لون أو أي طعم انت بتحبيه. بعد ما يدوب معانا بهذا الشكل على طول بروح فيه على النار وعلى أوطى درجة حرارة عندك، وبضل أقلب فيه لحد ما يبدأ يتماسك عندي. اوعي تسيبيه عشان النشا ما ينحرق عندك وتخرب الوصفة. شايفين تقل عندي القوام وصار بالشكل هذا، ما بوقف وبطفي الغاز في المرحلة هاي. هالحين بدي أضيف عليه المنكه اللي أنا حبيت إني أضيفه اللي هو الفانيليا، وكمان بنضيف معلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة، وحقلبها الحين بالسباتيولا أسهل لي. حقلب الخليط لأنه تقل، فالسباتيولا أسهل من إنه تستخدمي المضرب الشبك. حضل أقلب في هذا الخليط لحد ما تدوب عندي السمنة، وكمان لازم تنطبخ على النار لمدة دقيقتين بعد ما إحنا اتماسكت معانا. هذا الشرط جدا مهم عشان تحصلي على نكهة لذيذة ما يكون مبين فيها طعم النشا، لأنه الكمية النشا عندنا كتير كبيرة. بستمر دقيقتين في تقليبها وتحريكها لحد ما تصير معايا ناعمة وتقيلة ومتماسكة بهذا الشكل. أنا اليوم حبيت إني أحطها بقالب الكيك. أكيد أنت فيك تستخدمي أي كاسات موجودة عندك وحابة إنك تقلبيها أو إنك حتى تقدميها في الكوبايات أو الصحون، هذا الإشي أكيد بيرجع لك. وعشان إذا حابة إنك تقلبيها ضروري إنك تمسحي الكاسة أو الصحن أو أي حاجة قالب أنت بدك تستخدميه بمسحة بسيطة من الزيت عشان تطلع معاك بكل سهولة. حضيف كل الكمية الموجودة عندي في القالب وهي لسه سخنة وطرية عشان ما تغلبنا، يعني بدك تكوني سريعة بهاي الخطوة عشان كل ما بردت بتصير تتماسك وصعب انه يكون سهل تشكيلها. عشان تساوي سطحها معايا بحاول اني اهز القالب، وحتى لو ما زبط اكيد بدي اجيب شوية مية وبظهر المعلقة بحاول اني امسدها، بتطلع معانا شبه مظبوطة. حسيبها في هاي المرحلة من 2 ل3 ساعات، سواء في الصيف بدك تحطيها بالثلاجة وبالبرد اللي احنا فيه اكيد الدنيا تلاجة فما بتحتاج. بعد ال2 3 ساعات صارت معايا متماسكة بهذا الشكل، وشايفين كيف تفصل على طول من القالب. راح اجيب الصحن او حتى الصينية اللي حابة انك تقدمي فيها، وعلى طول 1 2 3 هوب حقلبها تنزل معانا بكل سهولة. ليش؟ لأنه دهنا القالب بمسحة بسيطة من الزيت، أو حتى فيكي إنك تدهنيها بشوية مية. شايفين ما شاء الله كيف شكلها وكيف لونها وكيف قوامها متماسكة. رغم إنها متماسكة من جوا طرية وناعمة، يعني عن جد وصفة قمة في الجمال والروعة. وأكيد الوصفة حلوة ومش محتاجة منا تزيين، لكن أنا بحب إني أزيدها جمال عشان العين بتاكل قبل التم. فأنا حبيت هنا أرش عليها رشة بسيطة من جوز الهند وكمان شوية من الفستق الحلبي، وأكيد هاي الأشياء كلها اختيارية حسب إمكانياتك وحسب إيش متوفر عندك. وأكيد أي حاجة أنت بتحبيها فيك إنك تضيفيها عليها. يعني عن جد الشكل
تحفة ولا غلطة. تخيلوها وتخيلوا طعمها. حدوقة البرتقال كريمي وقوامها متماسك، يعني عن جد الوصفة تعاد مليون مرة مش مرة بس. تعالوا نقطع قطعة ونشوف كيف شكلها وقوامها من جوا. يعني حتى لما بتقطعيها بالسكينة بتطلع معك السكينة نظيفة، فهذا دليل على انه قوامها متماسك. وحتى لو خففتيها بشوية مية حتطلع برضو معاكي قوامها متماسك وكريمية، ما رح يتغير معاكي ويصير زي الحلقوم أبدا. شايفين ما شاء الله، تحفة تحفة بجد. حدوث البرتقال جدا لذيذة فيها. أكيد فيك تزيدي نسبة السكر، لكن أنا بفضلها تكون بهذا العيار مظبوطة 100%. حبايبي أنا هيك بكون خلصت فيديو اليوم. بتمنى عن جد إنه يكون عجبكم. أكيد بستنى دعمكم باللايكات والتعليقات الحلوة، وشكرا لكم. صحة وعافية.